السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة في الفيديو ده وفي الحلقة دي هنشرح بالتحديد ازاي ايه هي طرق الربح من التيك توك، او ازاي اللي انت تقدر تدخل فلوس او تدخل ربح وتحقق فلوس كويسة من التيك توك. طبعا التيك توك عامل زيه زي اليوتيوب، زيه زي الفيسبوك، ليه طرق لتحديد الربح، والطرق دي احنا هنشرحها النهاردة في الفيديو ده، وهنوضح ايه هي الشروط لكل طريقة. فتابعونا لآخر الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة. خلينا نبدأ عشان ما اطولش عليكم على طول. اول حاجة دي صفحة التيك توك بتاعتنا اهي. انت بتدخل على الثلاث شرط اللي على الشمال دول اهم، وبتختار كلمة أدوات المبدعين، وبتنزل تحت. هي دي الأربع طرق لتحقيق الربح، هناخدهم طريقة طريقة. أول حاجة مركز المبدعين. بتدخل على مركز المبدعين زي ما احنا دخلنا كده، بيقولك اكسب المال عبر إبداعك من تحقيق شراكة مدفوعة. يعني ايه؟ يعني مركز المبدعين ده انت بيجيلك مثلا براند او بيجيلك شركة كبيرة، بتتفق معاك على المقابل المادي، وليكن انت مثلا بتحدد خدمتك. انا بعمل الفيديو مثلا ب20 دولار، ب10 دولار، ب50 دولار، ب100 دولار، ايا كان اللي انت بتعمله. بتجيلك الشركة من خلال التيك توك، وبتعمل معاك شراكة، وبتتفق معاك ان هي تديلك مبلغ من المال مقابل اللي انت تعمل لهم دعاية. طبعا دعاية بطريقة الفيديو بطريقة المحتوى بتاعك، او بالطريقة اللي انتوا بتحددوها. طيب ايه الشروط اللي انت تعمل الدعاية، او اللي انت تعمل الشراكة المدفوعة دي؟ الشروط هي الانضمام الى مركز المبدعين. للانضمام الى مركز مبدعي تيك توك يجب ان عمرك يكون 18 سنة على الاقل، يعني ما تكونش اقل من 18 سنة. الشرط التاني لازم يكون عندك 10,000 متابع او اكتر. الشرط التالت تكون نشرت 3 فيديوهات في اخر شهر. الشرط الرابع لديك 1000 أو أكثر من المشاهدات في الأيام ال30 الأخيرة. طبعا دي سهلة طالما انت كده كده عندك محتوى وكده كده بترفع فيديوهات، فرقم 1000 ده رقم بسيط يعني تقدر تجيبه. الشرط الأخير التحقق من أن محتواك يتبع إرشادات المجتمع وسياسة المحتوى المرتبط بالعلامة التجارية. لو انت الشروط دي كلها محققها، طبعا انا مش محققها لان انا عندي اقل من 10,000. لو الشروط دي كلها محققها، بتدوس على المربع اللي هو الدايرة اللي تحت دي، وبتدوس انضمام، بيراجعوا وبتنضم ليهم، وبتبتدي ان انت تحقق الارباح زي ما قلت. ودي كانت اول طريقة. طيب الطريقة التانية هدايا الفيديوهات. طيب هدايا الفيديوهات، انا لازم الفيديو اللي انا رافعه او الفيديوهات اللي انا رافعها على الصفحة بتاعتي، ممكن اخلي الناس اللي هي بتتفرج عليها ممكن تخش تتفرج عليها تعجبها تديك هدايا. والهدايا دي انت بتحول الهدايا دي لفلوس، وبتقدر ان انت تحول الفلوس دي من التيك توك بعد كده وتاخدها على حسابك البنكي، او تاخدها على اي وسيلة دفع تخصك. طيب ايه الشروط بتاعت الهدايا دي؟ انا جاي بحققها اهو. بيقول لك احصل على هدايا على الفيديوهات الافضل اداء. الهدايا وسيلة ممتعة لدعم المحتوى. طيب انا كل ده ماشي، ايه الشروط؟ بيقول لك برضو ان يكون لديك 10,000 متابع على الاقل. طبعا انا ما عنديش 10,000 متابع، بس انا حققت كل الشروط التانية اهي. يجب ان تجتاز الفيديوهات اشراف الامان حتى تكون مؤهلة للحصول على الهدايا. الاختيار الثالث ان تمتلك حسابا نشطا منذ 30 يوم على الاقل. تلبية متطلبات العمر اللي انت تكون 18 سنة فيما فوق. حسابات لا تستخدمها الحكومة والسياسيون والاحزاب السياسية. يبقى انا حققت كل الشروط الا الشرط اللي هو بتاع ال10,000 متابع. طيب الشرط التالت او الاختيار التالت هدايا اللايف. ودي الحاجة المتعارف عليها لكل الناس على التيك توك بتشتغل عليها، اللي هو انا عندي لايف، انا بفتح لايف وبخش في اللايف ده في جولات مع ناس تانية، او ان انا بكون فاتح لايف والناس بتوعي اللي متابعيني بيتفرجوا عليا. و وانا في اللايف
الناس بتتفاعل معايا وبتديني هدايا، انا بقدر احول الهدايا دي لفلوس وبقدر اصرفها بعد كده من التيك توك. طيب، هل اللايف ده ليه شروط زي الشروط التانية ال10,000 وكده؟ اللايف ده هو اسهل طريقة لتحقيق الربح، لانه مش بيربطك ب10,000 مشترك ولا حاجة. اول ما بتكمل 1000 مشترك بتقدر ان انت تفتح لايف عادي، وبتقدر ان انت تحقق الربح وتتفاعل مع الناس كلها، وتاخد الهدايا زي ما قلت، وبتحقق الارباح. طيب، الوسيلة الرابعة اللي بتحقق منها الربح على التيك توك، ودي وسيلة جديدة مضافة جديدة، بيقولك ابرز منتجاتك باستخدام تيك توك شوب. ده حاجة جديدة نازلة عشان تحققها برضو. المنتجات بتاعتك اللي هو مثلا انت بتسوق لحاجة، بتروج لحاجة، بتعمل برضو في براند او في شركة كبيرة كلمتك اللي انت تعمل لها حاجة، اللي انت بتظهر في الفيديو بتاعك بالمنتج بتاعهم. برضو هو هنا اهو بيقولك عشان تكون مؤهل ان انت تحقق الربح من الخاصية دي، لازم يكون عندك 5000 متابع، ويكون عمرك 18 سنة فيما فوق. طبعا دي الأربع شروط لتحقيق الربح على تيك توك. شروط سهلة جدا، شروط لو حد بيشتغل على صفحته أو حد شغال باستمرار في مدة قصيرة هيقدر إنه يحققها. في ناس بتحقق كل يوم ب100,000 متابع، مش 10,000 متابع بس. فده كان حلقتنا النهاردة، وده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى ان انا اكون قدرت اوضح لكم وافهمكم الشروط دي، او ان انا اكون بشرح بطريقة كويسة، او ان المعلومة تكون وصلت بطريقة سهلة. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك معنا في القناة. اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.